يلا يا قمراية انت وهي صلى على النبي في الكومنتات وتعالي نعمل احلى شوية كحك للعيد. يا احنا يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا. كل سنة وانتوا طيبين، ينعاد عليا وعليكم بألف خير يا رب. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. عايزة تعملي كحك صح 100%، امشي على مقادير زوزو وانت هتشوفي احلى كحكة هتطلع دايبة في ايدك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على طريقة التحضير على طول. انا هنا يا جماعة جايبة دقيق اكياس لجميع الأغراض، بس أهم حاجة يكون الدقيق نضيف يا جماعة. وأهم خطوة تنخلي الدقيق، تنخلي الدقيق. ما تقوليش أنا جايباه أكياس وأروح أحطها على طول، لأ. النخل ده يا جماعة بيدخل فيه الهواء كده أهو، وبيخليه بسم الله ما شاء الله أهو. هتعملي قد إيه يا زوزو هنا أهوت؟ أنا هعمل 3 كيلو، بس هعمل كيلو ونص الأول كده في العجان، وهقول لكم على المقادير. كل كيلو دقيق بياخد 3 الا ربع مجات من السمنه. وهنا هوت انا حطيت 3 معالق سمسم، وده حريتك، انت عايزه تزودي زودي، مش عايزه براحتك. طيب، وحطيت هنا نص كوبايه لبن، وهحط عليها معلقتين سكر ودوبيهم كويس. وكل كيلو دقيق هنحط معلقه خميره فوريه صغيره اهو. ادي 1، ادي 2، ادي 3، عشان انا قلت لكم انا هعمل 3 كيلو. خلاص، بس انا هعمل نص الكميه قدامكم دلوقتي، وهجمعه على كله لاني لقيت العجان ما شاء الله مش هياخد الكميه 3 كيلو. عملتهم حبه حبه وركنتهم. طبعا اللبن لازم يكون دافي زي كده دمعه العين يا جماعه. طيب هنا اهو يا زوزو بقى، انا قربت العجان بتاعي وحطيت العجان اهو في قلب بركب بس السلاح بتاعه. وبعد كده اهوت هنيجي بقى زي ما قلت لكم، كل كيلو دقيق عليه 3 كوبايات الا ربع المج العادي اللي في كل بيت يا جماعه اهو. في عندك نفس المج بس ابيض ازاز، انا عندي صيني، براحتك خالص. نفس المج اهو، 3 كوبايات الا ربع سمنه. انا بقى في الغلا ده انا مش هقولك اعملي بسمنه بلدي صريحه، حرام. انا بصراحه عملت من ده على من ده. جبت كريستال على سمنه بلدي، وحطي معاهم ريحه السمنه البلدي يا جماعه، بتوديكي اهو في مكان تاني. بتحطي بتاع معلقه كده اهوت ريحه السمنه البلدي، القصانص اللي بتباع عند العطارين ب5 جنيه. عشان في الغلا ده حرام يا جماعه نحط سمنه بلدي صريحه، حرام. كلنا نمشي على قد متناول ايدينا. حاجات اقتصاديه وحاجات في منتهى الجمال. الحلوانيه افخم حلواني بره بيحط لك اسانس ريحه السمنه البلدي، ما بيعملوش بالسمنه البلدي. انا بزود هنا حبه حبه بقى لما العجان يمشي يشتغل معايا كده. دي المرحله دي مرحله البس يا جماعه، مرحله البس. لما الاقي اللي خلاص السمنه بكت بقى من الدقيق، انا كده هنا هو يبقى البس بتاعي وصل لنتيجه حلوه جدا. طيب انا خلصت النص البس ده، وبعمل النص التاني اهوت. انا قلت لكم انا قسمت ما شاء الله ال3 كيلو على مرتين، لان كان البوله بتاعت العجان ما كفتش بسم الله ما شاء الله 3 كيلو. وادي هنا اهوت انا برضو الخميره قسمتها على كوبايتين. ادي الخميره البيره بتاعتي فارت بسم الله ما شاء الله، ورحت نازله بيها على العجينه اهو. وبعد كده انا بعد ما اخلص النص ده والنص ده هحطه كله في طبق واحد عشان تبقى العجينه واحده. في المرحله دي بقى يا قمراء، انت وهي انت مش بتعجني عشان العجينه ما تديكيش عرق وتبقى زي العيش. انت بتكبشي بايدك كده تشربي كل الميه. بصوا بسم الله ما شاء الله العجينه اصبحت قمر. هنا بصوا البوله بقى ما اتملت ازاي، لاني عملت ال3 كيلو على بعض وعجنتهم. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. وكحك العيد يعني منقاش وهننقش زي امي وامك زمان، ونجيب الطبليه ونقعد. واحلى ايام يا ايام الزمن الجميل يا جماعه، والله العظيم. ايام ما كنا الجيران مع بعض وامي وامك ونقعد ننقش الكحك بتاع العيد. طيب كحك العيد عايزاه محشي. انا جبت ملبن، وتجيبي معلقه سمنه وتحطيها على الملبن وتدعكيها جامد قوي اهو، علشان يبقى طري معاكي وما ينشفش منك الكحك بتاعك. عايزه تدلعي ولادك شويه بقى. انا كان عندي عين جمل بصراحه، رحت مكسره حبه عليهم كده اهو على الملبن اهو. وتروحي بصي هنا تقعدي تكوريها بقى كده على قد الايه الكحكايه. وهنا رحت جايبه حبه عين جمل ورحت مكسراهم عليها، وتحشي بقى الكحكايه بسم الله ما شاء الله
كان قمر، كان قمر فعلا يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. ولا يحلى الكحك بتاع العيد الا بلمة الحبايب ونقعد نعمل مع بعضين. وكانت احلى عيد السنه دي مع حفيدتي وهي عماله تعجن معانا وتعمل وفرحانه وماسكه المنقش والتنقش. هنا بقى يا جماعه بصوا انا عملت الكحك كور صغننه كده اهو. عايزه بحشي لوز صريح اهو براحتك، دي حريه يعني الخطوه دي حريتك انت بقى. عندك مكسرات حطي، ما عندكيش براحتك خالص. عملت هنا حبه باللوز وحبه بالملبن وعين الجمل وحبه ساده، لا غنى عن ده وده وده. وناقشنا بقى انا وبنتي وبنتي وقعدنا بقى، وابني قعد دخل معانا بسم الله ما شاء الله. كانت فرحة، وفعلا فرحة العيد بالنقش يا جماعة. انا ما بحبش اللي هو البصامة ديت، لا كحك العيد يعني فرحة ونقعد ننقش بالمنقاش اهو زي امي وامك زمان. حاجة كانت بسم الله ما شاء الله قمر، وكان حلو جدا. وكان بسم الله هوريكم لما استوى كان دايب دوب كده اهو. بوريكم كام واحدة بس، وبعد كده هنقعد في الأرض وهنجيب الطبلية زي الزمن الجميل وهنقعد نشتغل مع بعضينا أنا وعيالي فيه أهو. يبقى هنا اهوت انا بوريك الحشوه اللي بالملبن والحشوه اللي باللوز، ولما تحبي تعمليه ساده ولما تنقوشيه. بصوا النقوشه يا جماعه حاجه كده كانت قمر. كنت داخله مسابقه انا وبنتي مين هينقش احلى، بس هي كانت بسم الله ما شاء الله دي كانت جميله في النقش. وطبعا بنتي قاعده بقى ايه تلت وتعجي. وهنا بصوا بقى سويته ده اللون المستكاوي اللي كانت امي تقول عليه خلي الخبيز مستكاوي. بصوا الجمال وبصوا الذوبان. مستكاوي ده اللون الذهبي يا جماعه. كانت ماما الله يرحمها تقول الخبيز يبقى مستكاوي علشان الكحكايه ما تنشفش منك اهو. ربنا يرحم اهالينا زمان. وهنا بقى كان احلى طبق كحك رصيته في قلب الطبق، وهنرشرش عليه السكر بتاعنا اللي هو البودرة اللي احنا بنطحنه علشان ناكل احلى شوية كحك دايبين دوب يا جماعة. مش هتندمي لو عملتي على طريقة زوزو. يلا يا قمرايا لايك وشير للفيديو، ما تبخليش عليا. كل سنة وانتوا طيبين، ينعاد عليا وعليكم بألف خير يا رب. ويا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا، هي مرة واحدة في السنة بنعمله كل عيد. يبقى ما تبخليش صحتك بقى عليه في اليوم دوت. وهاتي المنقاش واقعدي فرحي بيتك وعيالك بشوية الكحك اللي هتعمليهم ونقعد ننقشهم كلنا. حاجة بسم الله ما شاء الله قمر. وهنا كان احلى شوية كحك طلعوا كانوا دايبين دوب، اللي محشي واللي سادة. يلا يا قمرايا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.